السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالجميع. وصفة اليوم سمبوسة بحشوة اقتصادية سهلة ولذيذة روعة، جربوها. بسم الله. في مقلاة نضع الخضار: جزر مبشور، كوسة مبشور، بصل أخضر مقطع ناعم، فلفل أحمر وأخضر مقطع ناعم. نضيف زيت الزيتون، ملح حسب الذوق. فص من الثوم الناعم. بالنسبة للبهارات: كمون، فلفل أسود، بابريكا، حر اختياري، زنجبيل، القليل من الكركم. نحرك جيدا على نار وسط، نغطيها لين تنشف الخضار جيدا. نضيف 3 ملاعق كبيرة زيتون أخضر مقطع ناعم، علبة تونة نصفيها جيدا. نمزج الكل جيدا ونرفع المقلاة على النار. ملعقتين كبار بقدونس مفروم ناعم، نسكبها في إناء ونتركها تبرد تماما. نأخذ علبة من عجين السمبوسة، نفتحها ونحتفظ بالعجين في كيس لكي لا تنشف معنا. عندي خليط دقيق وماء لكي نلصق الطرف، وعندي زيت لكي أمسح ورق السمبوسة. نضع ملعقة صغيرة حشوة على ورق السمبوسة بعد ما دهنتها بالزيت. نلف السمبوسة كما هو موضح في الفيديو، ونلصقها بخليط الدقيق جيدا، ونستمر في لف السمبوسة إلى أن ننتهي من الكمية كلها. بعدها نزلتها في صينية ودخلتها المجمد إلى أن تجمدت، وبعدها قسمتها في أكياس خاصة للمجمد. وكل ما أحتاج السمبوسة أطلعها من المجمد على فرن مسخن أو زيت ساخن للقلي.
هنا أحببت أن أشارك معكم النتيجة. أخذت حبات السمبوسة ودهنتها بالزيت وعلى فرن مسخن إلى أن تأخذ لون ذهبي. ممكن القلي في الزيت، لكم الاختيار بالفرن صحية أكثر. فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. تحياتي، مع السلامة.